شحنة كمبيوترات كانت مهداة من الجيش الأمريكي إلى مدارس محافظة بابل. وللأسف هذه الشحنة ظلت بالميناء لفترة طويلة إلى أن اجوا مجموعة قدروا يتلاعبون بالأوراق والسندات مال هذه الشحنة بحكم بقاها بالميناء، وقدروا يزورون أوراقها يتلاعبون بها ويطلعونها يهربونها. فأنا عرفت بالموضوع، سويت investigative report، تقرير استقصائي، وكشفت هذه السرقة، وبالتالي أخذت صدى واسع بالعراق وصار تدخل. أتذكر القصة من ذكرتها يلا أي فصار صار تدخل على مستوى الحكومة المركزية، وصار بها إجراء. صودر المتبقي من الشحنة، نصف الشحنة يعني حطت الحكومة العراقية إيدها عليه بالميناء، والنصف الآخر صارت بملاحقات وقضائية على الناس اللي متورطين.